السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في شهيوة ماجدة. الوصفه ديال اليوم اكيد غتعجبكم، يعني كتستهلك في هذا الشهر الفضيل بزاف، اللي هو رايبي. غنحضروا معاكم بجميع التفاصيل ديالو، غيصدق لكم خير من هذاك اللي كتشريو من على برا. كما كتعرفوا في هذا الشهر الفضيل راه حنا كنحتاجوا الرايب والياغورت ورايبي والعصائر، كنستهلكوهم بكثره. وهنا كنقول لكم مرحبا بكم في شهيوة ماجدة. ما تنساونيش من لايكاتكم والتعاليق ديالكم الزوينه. وبسم الله على بركه الله. في واحد الطنجره او كاسروله كنضيف نص سيطرو ديال الحليب وكنديرو فوق النار حتى كيوصل لمرحله الغليان، كما كنقولوا حتى كيفيض. وهنا في واحد لوبول غنضيف السكر حبيبات اللي كيبقى على حسب الذوق ديال كل سيده. انا غندير 3 المعالق كما كتشوفوا معايا. وغنضيف واحد الياغورت كيوزن 110 غرام ديال الفاني. من بعد غنضيف المشروب ديال الرمان اللي معروف بالسيرو اللي كنديرو في ديك الرايب. راه كيجي خطير هاد الرايب اللي غندير لكم، كيجي غزال وتماما بحال هذاك اللي كيتباع في الزنقه ولا خير منه. المهم نكونوا عارفين شنو كناكلو حنا وليداتنا، الحاجه اللي كنصوبوها في الدار كنكونوا عارفين شنو فيها. هذاك هو ديك هذا السيرو، هذيك هي القرعه ديالو، راه كيتباع في الحوانت ولا في الهري ولا فيما مشيتي. المهم راه كيتباع كاين بواحد الثمن اللي هو مناسب. هنا عندي نص سيطرو د الحليب كنخلطو مع هاد المشروب ديال الرمان ودانون، وكذلك السكر حبيبات، وكنخلطو مزيان كما شفتوا معايا. هنا من بعد ما الحليب ديالي غلا وعاود حتى فاض، كنضيف ديك الحليب اللي فيه ديك المكونات بارد وكنخويه على ديك الحليب اللي فيض، وكنخلطهم باستمرار على هذا الشكل هذا حتى كيتخلط مزيان. من بعد كما غتشوفوا معايا غنغطيه على هذا الشكل، وغنضيف واحد المنديل فوق هاد الطنجره هذه كما كتشوفوا معايا. الا درتوه في الصباح في العشيه كيكون واجد، درتوه في الليل راه كيكون واجد. لا غد ليه في الصباح ولا نتي في الصباح بكري ودرتيه، راه في العشيه كيكون واجد معك. هنايا زدت له واحد الملايه او كشميره، غطيته مزيان كما شفتوا معايا. هنا راه 6 سوايع راه وجد كما قلت لكم. كما غتشوفوا معايا غنحركوا بواحد المغرفه. كما يمكن لكم لا عجبكم تخليوه هكا ثقيل وتحطيه في الكيسان او زليفات، ليك الاختيار. هذا هو الشكل ديالو، راه كيجي غزال والريحه ما نقول لكمش. راه فيه واحد المذاق تماما ديال هذاك الرايبي اللي كنشريو على برا. شوفوا معايا الختوريه. هنا انا غنحركو مزيان حتى يطلق، حتى تطلق عفوا. راه واخا كيتطلق راه ما تيجيش كما كنقولوا خفيف او جاري، كيجي ثقيل. كنحركو مزيان وكنديرو في واحد الغراف اولا في واحد الكاس هكا، باش هكا كيساعدني نخويه في الكيسان. راه الدراري الصغار كيحماقوا عليه كما كتشوفوا معايا. وهنا غنخويه كنوريكم السمك ديالو الختوريه ديالو كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. وهنا كنقدموا معكم في واحد الكيسان. فصدقوني جربوه اكيد غيعجبكم، وغتجربوه هكا للدراري الكوتي او لا للسحور ولا للفطور اللي كتفضلي. ها نتوما كي كيجي خاتر وكيجي لذيذ. وهنا كنقول لكم لو وصلتوا لهنا ما تنساونيش من لايكاتكم، وتشاركوا الوصفه مع العائله والاصدقاء. هذا هو الشكل ديالو، راه كيجي غزال وكما كتشوفوا معايا غتشوفوا كيجي خاتر. غندوق معكم واحد شويه، راه كيجي رائع. شوفوا الكاس مضبب بحال ديك الشكل اللي كنشربو رايبي، وكيبقى خاتر هكا كيجي. هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساونيش من لايكاتكم. وهنا كنقول لكم بسلامه عليكم، ونتلاقاو مع وصفات جداد وفيديوهات جداد، وبسلامه عليكم.